سينا أحد أهم الأسباب الرئيسية في وطنية الأجيال اللي عاشت في مصر من بعد جلاء الإنجليز عن مصر. الأجيال المصرية اللي حاربت في سينا 3 حروب ضخمة 56 67 و73 وربوا ولادهم وأحفادهم على حب مصر بشكل عام وسينا بالذات بشكل خاص. شبه جزيرة سينا بتمثل 6% من مساحة مصر وبيسكنها نص مليون نسمة، متقسمة إداريا ل3 مناطق: العريش، التيه، والطور. منطقة التيه متسمية كده لأن هي دي المنطقة اللي تاه فيها بنو إسرائيل لمدة 40 سنة. إحنا بقى بالنسبة لنا تهنا في سينا وتوهناها معانا لمدة مئات السنين. ومن بعد اتفاقية كامب ديفيد اتقسمت سينا 3 مناطق عسكريا: المنطقة ألف اللي ناحية قناة السويس، المنطقة ب المنطقة اللي في نص سينا، والمنطقة ج اللي ناحية الحدود مع فلسطين المحتلة. تقسيمة سينا ل3 مناطق عسكرية بعد كامب ديفيد كان بيتحكم أساسا في تواجد الجيش المصري جوه سينا. من منطقة ألف تواجد معدات تقيلة ودبابات ومضادات طائرات، منطقة ب معدات خفيفة ومركبات خفيفة، لمنطقة ج تواجد للشرطة المصرية فقط. مع الأسف إن بعد كل الحروب اللي حاربناها عشان سينا دي وكل التضحيات ومئات الآلاف من المصريين اللي استشهدوا عشان سينا، مفيش استغلال جيد لسينا ولا استثمار ولا تنمية حقيقية في سينا. وزي ما الشعب المصري كله عايش على وادي النيل والدلتا اللي هو 4% من مساحة مصر، سينا كانت من ال 96% من مساحة مصر اللي أهملناهم إهمال بشع وخوننا أهلها وسجناهم وظلمنا الناس اللي عايشة في سينا، وأي حد كان عايز يروح سينا كنا بنطفشه. وبالرغم من وجود سينا في موقع جغرافي واستراتيجي أي بلد في الدنيا تتمناه: بحر متوسط من الشمال، خليج العقبة، خليج السويس، وأهم شريان تجاري في التاريخ قناة السويس. ومع ذلك زي ما انتم شايفين محور قناة السويس كده. طب حط كولدير، حط ثلاجة بيبسي، حط أي حاجة. مع الجهل والفقر اللي موجود في سينا ومفيش تحكم أمني بالصورة الكافية، بقت مرتع لكل الإرهابيين، وأي عيل بتتساغ يقول لك أنا جهادي ويروح يقول لك الجهاد ومش عارف إيه ويعمل لك عمليات إرهابية. الوضع الحالي في سينا دلوقتي إن ما بقاش للدولة المصرية أي تحكم في سينا. زي ما انتم شايفين: تهريب، سلاح، زراعة وتجارة مخدرات، أنفاق من ناحية فلسطين المحتلة، مفيش تحكم على الحدود حتى البحرية، والسلاح اللي جاي لك من ليبيا مالي الدنيا. سؤالين بس بسرعة كده: هل مئات الآلاف من المصريين اللي حاربوا عشان سينا واستشهدوا عشانها كانوا عاوزين يكون ده الوضع دلوقتي؟ والسؤال التاني: لو كانت سينا لغاية دلوقتي مع إسرائيل، هل كان هيبقى وضعها كده؟ نور بكرة إن إحنا نبتدي مشروع قومي مدعم من كل أجهزة الدولة لتعمير سينا على 7 محاور. أول محور لازم نشتغل فيه هو محور الأمن، لأن من غير أمن في سينا مفيش أي تنمية هتحصل. فلازم الجيش والشرطة يتحدوا إن هم يمشطوا سينا من أي خلايا إرهابية ويرجعوا الأمن تاني لسينا. المحور التاني اللي هنشتغل عليه هو التنمية البشرية. التنمية البشرية لأهل سينا: تعليم، تدريب، وتوفير حوافز عالية جدا للهجرة الداخلية لسينا وخلق وظائف جوه سينا، فيستفيد الناس اللي مهاجرة لسينا ويستفيد أهل سينا نفسهم. ثالث محور هنشتغل عليه هو محور التجارة والصناعة. لازم يكون في بنية تحتية قوية جدا لإنشاء مطارات، مواني، مناطق حرة، ومناطق تصنيعية ضخمة، لأن سينا بموقعها ده ما بين البحر المتوسط، خليج السويس، خليج العقبة، وقناة السويس، ده موقع رائع لاستغلاله في التجارة وفي النقل وفي الصناعة في العالم كله. رابع محور هنشتغل عليه هو محور تنمية السياحة في سينا. سينا مش بس غطس وشوية سفاري، سينا فيها سياحة دينية، فيها سياحة ممكن نعمل سياحة عائلية، ممكن نعمل سياحة في الصحاري، غير طبعا الغطس في الساحل الشمالي بتاعها والساحل الجنوبي. خامس محور هنشتغل عليه في سينا هو محور التعدين. سينا غنية جدا بمعادن الفوسفات والمنجنيز والنحاس والحديد، ده غير طبعا البترول.
لازم نجيب عقود من شركات عالمية لتنمية التعدين في سيناء غير الوضع الحالي. المحور السادس اللي هنشتغل عليه هو محور الزراعة والثروة الحيوانية. نستصلح سيناء ونزرع محاصيل استراتيجية زي ما بيحصل في الخليج العربي، قمح، شعير، خضار وفواكه، بدل ما هي مزروعة كانتالوب وحشيش. المحور السابع اللي هنشتغل عليه هو الثروة السمكية، بالسواحل الضخمة جدا على البحر المتوسط والبحر الأحمر من ناحية خليج السويس وخليج العقبة. لازم يكون عندنا أسطول صيد بحري كبير لاستغلال الثروة السمكية في الأماكن دي. بالوضع السيء اللي سينا فيه ده، لازم نبتدي مشروع قومي لتعمير سينا من دلوقتي، لأن طول ما سينا مش متعمرة هتفضل مرتع للمخربين والجهاديين والإرهابيين وكل القرف ده، وسينا مش هتتعمر غير بإيدين المصريين، مش هيجي حد تاني يعمرها لنا. يبقى لازم نلاقي أفكار كويسة على المحاور اللي احنا اتكلمنا عليها، ونحلي مية البحر اللي حوالين سينا دي عشان نجيب موارد مية نعمل بيها التعمير ده. لازم نبتدي دلوقتي.